مفيش أي مبالغة في الجملة الآتية. ذا فلاش هو واحد من أهم الأبطال الخارقين في تاريخ الكوميكس، غير حقيقة إنه واحد من أقدم شخصيات دي سي، وحقيقة إن في قصصه تم تقديم مفهوم الأكوان المتعددة في الكوميكس. ذا فلاش برضه تأثيره على عالم دي سي الخيالي ضخم جدا، ومن أهم القصص اللي بتوضح أهمية وتأثير شخصية ذا فلاش هي حدث فلاش بوينت، واللي تسبب في تغيير المالتيفيرس بتاع دي سي بأكمله، وكان بداية ريبوت كامل لقصص دي سي. قصة فلاش بوينت شعبيتها عالية جدا وسط قراء الكوميكس، علشان كده في الفيديو ده هنشوف تفاصيل القصة دي ونعرف ازاي من خلالها فلاش تسبب في تغيير أكوان دي سي كلها. في الفيديو ده انا بتكلم عن ذا فلاش، بس مش اي فلاش، لان في كذا شخصية حملت اللقب ده. احنا في الفيديو ده هنشوف قصة باري ألين، واللي اصبح ذا فلاش في كون نيو ايرث. لو انت متلخبط بالكلام الكتير ده عن الاكوان المتعددة، انصحك تشوف فيديو شرح مالتيفيرس دي سي، هيعرفك كل حاجة. بس برضو قبل ما نخش في احداث قصة فلاش بوينت، تعالوا نفتكر شوية حاجات كده عن ذا فلاش. في كون نيو ايرث بنتعرف على باري ألين، واللي اتولد لواحد اسمه هنري ألين من زوجته اللي اسمها نورا ألين. للأسف أثناء ما باري ألين كان طفل، نورا اتقتلت ومحدش عارف مين اللي قتلها. الشرطة اتهمت جوزها هنري، وبالفعل اتقبض عليه واتسجن لحد ما أخيرا مات في السجن. باري كان متأكد إن مستحيل أبوه يكون هو اللي قتل أمه، علشان كده قرر إنه يشتغل وظيفة تسمح له بمساعدة الشرطة في حل الجرائم والقبض على المجرمين. علشان كده باري ألين لما كبر أصبح عالم في الطب الشرعي والأدلة الجنائية. باري كان عالم شاطر، لكن كان في صفة سيئة جدا، هي إنه دايما بيتأخر على مواعيده، مما سبب له مشاكل كتير، خصوصا مع حبيبته اللي هتبقى مراته ايريس ويست. في يوم من الأيام أثناء ما باري كان بيعمل بعض التجارب في المعمل، في صاعقة برق اخترقت شباك المعمل وضربت مجموعة من المواد الكيميائية، مما خلاهم اتدلقوا كلهم على باري. ده اتسبب في إن باري ألين اكتسب القدرة الخارقة على التحرك بسرعات فائقة، علشان كده قرر انه يستخدم قدراته في مساعدة البشرية كبطل خارق تحت لقب ذا فلاش. ذا فلاش ساعد ناس كتير جدا وانقذ حياة كتير من الابرياء، ولاحقا بقى واحد من الاعضاء المؤسسين للجاستس ليج او فرقة العدالة. على مدار الكارير بتاعته كسوبر هيرو، ذا فلاش حارب اشرار كتير في منتهى الخطورة زي كابتن كولد وكابتن بوميرانج وغيرهم، لكن ربما اخطر واسوأ شرير فلاش واجهه في حياته هو بروفيسور زوم، واللي معروف برضو بريفيرس فلاش. ده عبارة عن واحد من المستقبل، بالأخص من القرن ال25، اسمه ايوبارد ثون. ثون كان مهووس بذا فلاش لدرجة انه أعاد إنشاء الحادثة اللي ادت باري ألين قدراته، وبالفعل أصبح عنده قدرات خارقة أقوى كمان من باري ألين، حيث انه مش بس بيقدر يتحرك بسرعات فائقة، بل كمان بيقدر يستخدم سرعته في انه حرفيا يخرج بره حدود الزمن ويسافر للماضي ويرجع للحاضر في أي وقت، ويغير الماضي بدون أي عواقب. ثون هو اللي تسبب في تقريبا كل حاجة سيئة حصلت في حياة باري ألين منذ الطفولة، وأهم حاجة هي موت أمه. ايوبارد ثون هو اللي قتل نورا ألين. لولا ريفيرس فلاش حياة باري ألين كانت هتبقى مختلفة تماما، أمه كانت هتفضل عايشة وأبوه كان هيفضل معاهم ويعيشوا كأسرة سعيدة. حدث فلاش بوينت امتد خلال سلسلة مكونة من 5 أعداد بعنوان فلاش بوينت، صدرت سنة 2011، بالإضافة لعدد كبير من الأعداد الفرعية اللي كانت بتحكي قصص جانبية ليها علاقة بالحدث ده. في أول عدد من السلسلة الرئيسية بنشوف باري ألين واخد قيلولة في الشغل بتاعه، وزمايله بيصحوه وبيقولوا له إنهم محتاجين يلاقوا أدلة تثبت إن البطل الخارق اللي اسمه سيتيزن كولد، واللي بيتم اعتباره أعظم بطل في المدينة، ارتكب جريمة قتل. باري بقى مستغرب، سيتيزن كولد تقصدوا كابتن كولد صح؟ وبعدين كابتن كولد ايه اللي بيتم اعتباره اعظم بطل في المدينة؟ ده من اسوأ الاشرار اللي باري حاربهم. المهم باري قرر انه يتحول لذا فلاش ويروح يواجه كابتن كولد، وبيبدأ يجري بسرعته الفائقة. ايه ده فلاش مش عارف يجري بسرعة. باري بيتشنكل في السلم وبيقع على الارض، وفي شخص بيساعده يقوم، وباري لما بيبص على الشخص ده لقاه امه نورا، عايشة وعجوزة
وعايشه. باري ما بقاش مصدق عينه وبيحضن امه بعزم ما فيه وبيسالها امال فين ابويا. امه بقت مستغربه وقالت له انت عارف ان ابوك مات بسكته قلبيه من 3 سنين. باري بقى مش مصدق، امه عايشه وابوه مات عادي مش في السجن. باري في وسط دهشته قرر يعترف لامه بمفاجاه، قال لها انا ذا فلاش. وامه قالت له فلاش مين؟ باري قال لها فلاش البطل السريع اللي بيحارب مع فرقه العداله. كل ده امه مش عارفه هو بيتكلم عن ايه، وتقريبا كل اللي جاي في دماغها هو الفلاش اللي بينظفوا بيه قعده الحمام. نور قالت له ايه فرقه العداله دي؟ باري قال لها انت ازاي ما تعرفيش فرقه العداله؟ طب سوبرمان. ونور قالت له عمري ما سمعت عن حاجه اسمها سوبرمان. باري قال لها طب سمعتي عن باتمان؟ وامه قالت له باتمان انا سمعت عنه. المشهد ساعتها بينقلنا لباتمان اللي بنلاحظ فورا ان البدله بتاعته شكلها مختلف تماما عن البدله اللي متعودين عليها، لكن الصدمه الحقيقيه بتيجي لما بنشوفه بيحارب واحده من الاشرار بعنف شديد جدا وبعدين بيرميها من فوق المبنى علشان تموت. من امتى باتمان بيقتل اعدائه بالشكل ده؟ القصه بترجعنا لباري وهو بيقابل صدمات اغرب واغرب. ايريس مراته مرتبطه بواحد تاني ومفيش اي علاقه بينها وبين باري. باري قرر يروح للبطل الوحيد اللي لسه موجود باتمان، ولانه طبعا صديق مقرب لبروس وين وكان عارف كويس المدخل السري للكهف بتاعه، بالفعل راح للبات كيف. اثناء تجول باري جوه باتمان فجأة هاجم باري وكان هيقتله. باري قال له ده انا يا بروس، انا باري ألين. باتمان وقف فجأة وقال له انت ليه ندهتني ببروس؟ هنا باري بيبدأ يستوعب هو بيكلم مين. ده مش بروس وين، ده توماس وين ابو بروس. هنا باري بيخمن انه دلوقتي في كون موازي، كون فيه كل حاجة مختلفة عن الكون بتاعه. في الكون ده ام باري ما اتقتلتش، باري ما عندوش قدرات خارقة وما فيش ذا فلاش. في الكون ده بروس وين هو اللي اتقتل في الحارة مش ابوه وامه، وابوه توماس هو اللي اصبح باتمان، وامه مارثا وين فقدت عقلها واصبحت الجوكر. في الكون ده اكوامان ووندر وومن الاتنين عايزين يسيطروا على العالم وداير بينهم حرب مدمرة تسببت في خراب اجزاء كبيرة من الارض. الغريب بقى ان باري بدأت ترجع له ذكريات بالحاجات دي كلها، ذكريات جوه دماغه بتدل على انه عاش الحاجات دي كلها من زمان. اللي باري فيه ده مش كون موازي، ده هو الكون بتاعه لكن اتغير تماما. باري فجأة لقى الخاتم بتاعه اللي كان بيدور عليه موجود في جيب الجاكيت بتاعه، الخاتم اللي بيحط فيه بدلة فلاش. باري فتح الخاتم علشان يوري البدلة لباتمان، والخاتم طلع منه بدلة فعلا، لكنها مش البدلة الحمراء بتاعت ذا فلاش، بل البدلة الصفراء بتاعت ايوبرد سان ريفيرس فلاش. باري خمن ان اكيد ريفيرس فلاش هو اللي ورا كل المصايب دي، وهو اللي غير تاريخ العالم، وحط البدلة بتاعته جوه خاتم باري علشان يغيظه ويعرفه مين اللي ورا كل شيء. لما توماس وين ادرك ان في عالم اخر ابنه بروس عايش فيه، قرر انه يساعد باري باي طريقه علشان يرجع العالم ده ويرجع ابنه بروس للحياه. اول حاجه توماس وباري عملوها هي انهم اعادوا ظروف الحادثه اللي ادت باري قدراته، وبالفعل باري باستخدام كيماويات وصاعقه من البرق بيكتسب قدرات السرعه الخارقه وبيصمم بدلته وبيرجع ذا فلاش. ذا فلاش وباتمان بيبداوا يدوروا على حلفاء يساعدوهم في التغلب على ريفيرس فلاش واعاده التايم لاين لحالته الاصليه، وطبعا مفيش حليف هيكون اقوى من سوبرمان. المشكله ان العالم ده ما فيهوش سوبرمان، علشان كده ذا فلاش بدا يقرا الجرايد القديمه لحد ما لقى خبر عن وابل النيازك اللي ضرب متروبوليس، واللي المفروض كان وسطهم السفينه اللي شايله الطفل اللي هيبقى سوبرمان. هنا فلاش وباتمان اكتشفوا ان في التايم لاين ده الحكومه قفلت على الحادثه فورا، ده خلاهم يخمنوا ان الحكومه لقت حاجه هناك وخبتها عن الناس. فلاش وباتمان كانوا محتاجين حد عنده وصول لبيانات حكوميه سريه علشان يساعدهم يعرفوا ايه الحاجه اللي الحكومه لقيتها، والشخص ده كان سايبورغ. البطلين بيقابلوا سايبورغ بالفعل وبيطلبوا مساعدته، لكن سايبورغ بيشترط انهم يساعدوه هو وابطال تانيين في القتال ضد اكوامان ووندر وومن علشان يوقفوا الحرب المدمره بتاعتهم. باتمان وفلاش بيوافقوا، وسايبورغ في المقابل بيكشف لهم ان الحكومه بالفعل لقت صاروخ في اليوم ده وخدته في مؤسسه حكوميه سريه وبيدرسوه حاليا في مشروع اسمه بروجكت سوبرمان. باتمان وفلاش وسايبورغ بيخترقوا المؤسسه الحكوميه دي، وجواها بيلاقوا شاب هزيل جدا بشرته فاتحه قوي كانه عمره ما شاف الشمس في حياته، وكان بيبص عليهم بذهول كانه عمره ما شاف بشر قبل كده. باتمان بقى مستغرب ازاي فلاش بيقول ان ده اقوى كائن على الكوكب. فلاش بيحاول يطمن سوبرمان وبيقول له احنا جايين علشان نساعدك، وبالفعل هما الثلاثه بينقذوا سوبرمان وبيخرجوه من المؤسسه، لكن
لكنه فجأة اول ما بيستوعب انه اخيرا نال حريته بيطير وبيسيبهم. على مدار كل الاحداث دي فلاش بيلاقي ذكرياته عمالة تتغير، عمال بينسى ذكريات كون نيو ايرث وبتستبدلها ذكريات كون فلاش بوينت الجديد. ده عرف فلاش انه لازم ينجز ويرجع الكون لحالته الاصلية بسرعة قبل ما ينسى كل حاجة. لكن فلاش وباتمان وعدوا سايبورج انهم هيساعدوه في حربه مع اكوامان ووندر وومن ولازم يوفوا بوعدهم. فلاش وباتمان وسايبورج بيتجمعوا مع ابطال تانيين وبيروحوا يحاربوا وندر وومن واكوامان في معركة دموية. فلاش بيلاقي نفسه وسط مئات الجثث وفجأة في حد بيجي يقف قدامه وبيقول له شفت انت عملت ايه؟ فلاش بيبص على الشخص ده وبيلاقيه ايوبرت سون ريفيرس فلاش. فلاش بيبدأ يصرخ في سون وبيقول له شايف انت عملت ايه في العالم؟ شايف الدمار والمعاناة اللي انت سببتهم؟ سون بيرد عليه وبيقول له انا ما عملتش حاجة، المرة دي مش انا السبب في كل ده، المرة دي انت يا باري السبب في كل ده. فلاش بقى مش مصدقه وسون بيقول له انا ممكن اخليك تفتكر، وبالفعل بيستخدم قدراته في تغيير اهتزازات مخ باري علشان يرجع له ذكرياته من الكون السابق. هنا باري بيفتكر كل حاجة واحنا بنفهم كل حاجة. في الكون الاصلي باري راح يزور قبر امه في عيد ميلادها، اول عيد ميلاد ليها من ساعة ما اكتشف ان ايوبرت سون هو اللي قتلها. طبعا الحزن والألم غلب باري وباري قرر يرجع بالزمن وينقذ امه من الموت. باري بيستخدم الاختراع المذهل بتاعه اللي اسمه ذا كوزميك تريدميل، واللي يبقى عبارة عن مشاية لما باري بيجري عليها بسرعته الفائقة بتسمح له بالسفر الدقيق عبر الزمن. باري طبعا كان طول عمره بيستخدم السفر عبر الزمن بحذر شديد لانه عارف قد ايه هو خطر وممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، لكن المرة دي حزنه على امه خلاه ما يبقاش حذر كفاية. باري بالفعل بيرجع بالزمن وبينقذ امه من الموت، وبسبب ده تاريخ العالم كله بيتغير. باري لما بيكبر ما بيبقاش ذا فلاش، بروس وين ما بيكبرش وبيبقى باتمان، وسوبرمان عمره ما بيبقى سوبرمان. كل ده بيؤدي الى ان فرقة العدالة ما بتتأسسش والعالم بيقع فريسة للشرور والحروب. فلاش علشان ينقذ حياة أمه دمر العالم بأكمله. باري اتحطم لما ذكرياته رجعت له وأدرك إن العالم المدمر ده هو السبب فيه. سون بيقول لفلاش إنه طول الوقت اللي كانوا أعداء فيه سون ما كانش عارف يقتله بسبب إن من غير فلاش ما كانش هيبقى فيه ريفيرس فلاش. لكن لما باري غير التاريخ سون بالصدفة كان بيجري في التايم ستريم، يعني تيار الزمن، واللي يبقى البعد الرابع اللي أي حد بيسافر عبر الزمن لازم بيعدي خلاله. علشان كده سون ما تأثرش بالتغيير اللي حصل للعالم والتايم لاين، وبكده وجوده ما بقاش معتمد خلاص على وجود ذا فلاش. سون اخيرا يقدر يقتل فلاش بدون اي عواقب. ايبرت سون بالفعل بينهال بالضرب على باري ألين وكاد انه يموته، لكن في اخر لحظة باتمان بيطعن سون في ظهره بالسيف وبيقتله. للاسف جيوش اكوامان وجيوش وندر وومن بدأوا يتغلبوا على الابطال، واثناء المعركة باتمان بيتصاب بشكل مميت. باري بيمسك توماس وين اللي بيبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن في وسط فقدان الأمل ده فجأة في حد ظهر في السماء. سوبرمان أخيرا انضم للمعركة وبيستخدم قوته الفائقة في القضاء على أكوامان ووندر وومن. في وسط المعركة فلاش بيبدأ ذكرياته تتغير من جديد وخلاص قرب ينسى كل حاجة عن الكون القديم. ساعتها توماس وين اللي بيحتضر بيفكروا إنه لازم يسرع ويرجع العالم لأصله، وبكده ممكن ينقذ الملايين اللي فقدوا حياتهم. وقبل ما يموت ادى لباري جواب وقال له اديه لابني بروس لما تشوفه. باري وعده انه هيوصل الرسالة وبدأ يجري بأقصى سرعة عنده لحد ما دخل تيار الزمن علشان يرجع بالزمن ويمنع نفسه من انقاذ امه، لكن بمجرد ما فكر في امه لقى نفسه خرج من التيار الزمني وراح لبيتها. ام باري بتسأله ايه اللي حصل وباري بيحكي لها على كل حاجة. امه بتقول له انت لازم ترجع كل حاجة لأصلها لان حياة الملايين معتمد عليك، لكن باري قال لها انه مش عايز يخسرها تاني، هو اما صدق بقى شايفها تاني قدامه. نورا قالت له انا برضو مش عايز اخسرك، لكن لازم تسيبني وتعمل واجبك وتصلح غلطك. نورا بتقول لباري انا فخورة انك ابني، وبتقول له روح انقذ العالم. باري بيرجع تاني يجري خلال التيار الزمني وبالفعل بيوصل لنفسه في الماضي وهو بيستخدم الكوزميك تريدميل، وباري بيشد نفسه من على التريدميل. اول ما باري عمل كده الكون بتاع فلاش بوينت اتمسح وكل الكوارث اللي حصلت فيه اتمنعت. لكن الغريب هنا ان فلاش دلوقتي بقى شايف قدامه 3 مسارات زمنية مش مسار زمني واحد. بقى شايف المسار الزمني بتاع دي سي، لكن برضه شايف المسار الزمني
الزمني بتاع كوميكس شركة فيرتيجو والمسار الزمني بتاع كوميكس شركة وايلد ستورم. فلاش فجأة بيشوف امرأة غامضة اسمها باندورا بتقوله ان زمان جدا في كيان شرير قسم الكون ل3 مسارات زمنية علشان يضعفه ويخليه سهل السيطرة عليه. علشان كده باندورا استغلت الوضع اللي فلاش فيه والحالة المعرضة للتعديل في التايم لاين في انها تدمج ال3 اكوان دول مع بعض وتكون كون جديد تماما اسمه برايم ايرث. كون جديد بيختلف عن الكون السابق في تفاصيل كتير جدا، وتاريخ الابطال بتوعه اتغير وبقى فيه شخصيات جديدة ما كانتش موجودة. في الكون الجديد باري بيصحى من النوم في الشغل وبيفتكر ان العالم رجع لاصله تاني. باري بيروح للبات كيف وبيسأل باتمان انت بروس صح؟ وباتمان بيقوله طبعا انا بروس، انت بتسأل ليه؟ فلاش بيحكي لباتمان كل حاجة وفي الاخر بيديله الجواب اللي ابوه بعتهوله. بروس وين بيقرا الجواب وبيعيط، وبعد كده بيشكر فلاش على توصيله لرسالة عمره ما كان متخيل ابدا انها توصل له. القصة بتنتهي والابطال بيبقوا فاكرين ان خلاص كل حاجة رجعت زي ما كانت، لكن احنا عارفين ان ده ما بقاش كون نيو ايرث القديم اللي احنا نعرفه، بل دلوقتي ده كون برايم ايرث واللي يبقى فيه اختلافات كبيرة عن الكون القديم. علشان كده بيتم اعتبار حدث فلاش بوينت من اهم احداث دي سي، حيث انه ادى لواحد من اكبر الريبوتس اللي عملوها وهو ريبوت ذا نيو 52. لاحقا بنكتشف برضو ان الشخص فائق القوة اللي اسمه دكتور مانهاتن كان متأثر باقتراحات الكيان الكوني اللي اسمه ذا جريت داركنس، مما خلاه يستخدم قدراته اللامتناهية في انه يسرق 10 سنين من تاريخ الكون في واحدة من تجاربه اللي بيعملها على الوجود. ده ادى لحدث ريبوت تاني اسمه ريبيرث، برضو اتسبب في تغيير تفاصيل كتير من قصص دي سي. بكده شفنا ازاي محاولة فلاش لتغيير الزمن اتسببت في كسر التايم لاين وتغييره، وادت فرصة لباندورا ودكتور مانهاتن للتلاعب فيه وتغييره اكتر واكتر، مما ادى لتغيير المالتيفيرس بتاع دي سي كله. لو استمتعتوا بالفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان ما تفوتوش اي فيديوهات جديدة سواء هنا او على قناتي التانية. شكرا للمشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.